بغيت غنفهم شنو المعنى ديال دوز من حداك البنت وبقى تطلع فيها وتهبط حتى دوز، هي غادية وانت باقي حال فمك. والله خوتي الا هكا كنت كندوي مع راسي واحد الوقيته مني كنت كنساها وكنشوف شي بنت، واخا انت عبرتيها من الفوق حتى لتحت وشنو ربحتي؟ وبطبيعة الحال كيكون الجواب هو والو. اليوم غنهضروا على الشوفات اللي كتشوف فيك البنت وبالعكس الشوفات اللي كدير فيها انت. نقدروا نقولوا ديك النظره ديال الاعجاب بصفه عامه، واش الا بقيت كنشوف فيها غادي تعرف بلي راه كتعجبني وبالتالي حتى هي غتولي معجبه بيا. وبيني وبينكم هذا هو اكبر غلط كنديرو حنا الدراري، هو كنبغيو نبينوا للبنت بلي راه كتعجبنا. واللي خلاني ندوي على هذا الموضوع هو واحد الصديق كنت مريح معاه وهي دوز واحد البنت من حدانا، هو يقول لي شوف مشاني البصر، الله يتمشاني والله. ما شتو يوقع ليا بحال هذا البلان هذا. المهم انا دورت عيني وشتو هو باقي حال فيها فم، قلت ليه هو بركه زعما صافي حضر عيني. مع العلم هذيك كانت غير سبب باش نجبد مع هذا الموضوع، حيت هو ديما كيديرها ماشي مره ماشي جوج. قلت ليه وشنو الفائده من هاد الشوفات؟ قال لي وخلينا نسقيو العوينات حسنت. قلت ليه فخبارك البنت كتنفر منك بهكا، هو يدير فيا واحد الشوفات ديال وايلي ما تقولهاش. وتما فهمت بلي ما كانتش في خبارو، بقيت كنشرح ليه واش عمرك سولتي راسك شحال من واحد شاف ديك البنت مني خرجت لدارهم حتى وصلت لهنا؟ بطبيعه الحال الغرق ديال عباد الله، واخا شنو غادي يخليها تخلي كاع هادوك اللي شافوا فيها من قبل وتشوف فيك انت، وبلا ما تقول لي انا زوين ولا عندي طوموبيل ولا كاع داكشي اللي على بالك. حيت البنات ما كيهمهمش هادشي، الا كانت عايره ولا شي وحده طامعه فيك هادي هضره اخرى، ولكن بنت الناس والله ما كيهمها هادشي. غتقول لي دابا وشنو ندير؟ واش ما نبقاش نشوف فيها؟ لا، ولكن حتى الا شتي دير شي شوفه بعقلها، ماشي هي شافت فيك كتشوف فيها وانت باقي حل فيها فمك. مثلا انت طالع وهي هابطه، شتي فيها الا كانت حتى هي كتشوف فيك ماشي مشكل تبقى تشوف فيها حتى تهبط عينيها وحتى انت هبط عينيك، لكن الا شتي فيها وما كانتش كتشوف فيك صافي هبط عينيك. وباش تاكد حتى تقرب لحداها عاد هز فيها عينيك، الا هزيتي عينيك وبانت لك باللي كانت كتشوف فيك عرف باللي قالت مع راسها علاش هذا ما كانش كيشوف فيا. ها انت خلقت عندها الفضول من والو وبينتي ليها باللي انت فيك شي حاجه ما كايناش في كاع هادوك اللي تلاقات معاهم من قبل. وغتلاحظ هادشي الا عاودتي تكروزيتي معاها شي مره اخرى، هاد بالله هي اللي غتبقى حاله فيك فمها باش تاكد واش بصح ما حاجتيهالاش ولا غير جاب ليها الله. هادي كتصدق مع البنت اللي كتلاقى معاها مره. اما الا كانت هاديك اول واخر مره وبغيتي توقف عليها حيت عجباتك وما بغيتيش تضيعها، فراه ديك الشوفه الاخرى ديال حتى تقرب من حداها عاد تشوف فيها هي اللي غادي تحكم واش ترجع تهضر معاها ولا لا. الا ما شافتش فيك راه باينه بلا ما تمشي. اما الا هزيتي عينيك وبانت لك باللي كتشوف فيك عارف باللي راك عجبتيها ولا على الاقل خلقت عندها الفضول كما قلنا من قبل. وهادو بجوج راه مزيانين، تقدر منها الدور ورجع هضر معاها. الا باش كنقطع انا شخصيا داك الشك هو كندور نشوف واش حتى هي غدور باش تشوف فيه. باقي كنعقل واحد النهار استحدى واحد التيتيزه، لكن راه تيتيزه نيت. طبقت عليها هاد البلان اللي قلت لكم وانا ندور باش نشوف كي دايره من اللور. والله اخوتي الا انا فاش درت ما عولت عليها حتى هي الدور، ولكن مع نظرة شت ليها وهي حتى هي دارتني وشات فيا كنشوف ليها ما تخيلوش شدتني واحد المركه والضحكه تخلطوا عليا المشاعر في نفس الوقت، وحتى هي فهمت البلان وبقات كضحك. وبحال في هذا المثال راه والله ما كنت كنتسنى انا تشوف فيا، غير بغيت نشوف كيفاش ردات الفعل ديالها وصافي صدق البلان باللي راه خدام. الا كاع مره ما تشوفش فيها واخا دوز من حداك كنتي انت وصحابك مريحين وشافوا فيها كاملين، انت بوحدك ما تشوفش فيها. شتي هذه بوحدها والله حتى كتخلق الاعجاب عند البنت، حيتاش انت حاضره ما كاين حتى شي فرق بينك وبين عامه الناس. يعني حوايج بسيطه كيبانوا لك انت عاديين ولكن والله حتى كيخلقوا فرق كبير. وباش ترجع لذاك البلان ديال تبقى تشوف فيها باش تفهم بالله راك كتعجبها، شكون قال لك هي راه ما عارفاش؟ راه البنات كيقلعوا الرجل من الشوفه الاولى ومن تما كتقول واش تصلح ليها ولا لا. هي راه كتقلب على اللي قادر يبهدلها الا دارت شي حاجه وانت غير الشوفه ديالها كطيح فيك النص. اش من الرجوله باش غادي تحسي الا كانت معاك. وهذه واحد المعلومه زيدها عندك ما عديت تفكرتها. خبارك البنت كتفرح وكيعجبها الحال الا شافت كتغوت عليها، شي مرات راه كدير شي برانات بالعاني باش تعصبك وتبقى تغوت عليها. باقي كنعقل واحد البنت قالتها ليا هكا النسبه بالحر، خبارك كتعجبني ملي كتعصب عليا. ويلا فهمت معايا دابا هادي. وباقي ان شاء الله ندير شي فيديو على هذا الموضوع ديال امتى تعصب على البنت وامتى لا. ودابا ندوزو للشوفات اللي كدير فيك البنت. بكل بساطه الا بانت لك البنت كتشوف فيك بزاف سواء في الخدمه ولا في القرايه، هذاك اكبر دليل بالله راك كتعجبها. وكاينين جوج انواع ديال الشوفات اللي كيشوفوا فيك البنات. النوع الاول هي اللي كتشوف فيك كتشوف فيها انت كتحضر هي عينيها، غالبا هذا النوع كتلقاها كتحشم وخاصك انت اللي تعرف كيفاش تدخلها بطريقه غير مباشره.
تجبد معاه الهضره عاديه بحال مثلا هاد المدير عندنا كيتعصب، ولا الفرض ديال المات اليوم كان صعيب، ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غير هو دوي شويه وغيرها تاني حتى المره اخرى، تبقى دوي معاه حتى تصبر ليها العين. والنوع الثاني هي اللي كتلقاها شويه ما كتحشمش، واخا كتشوف فيها ما كتهبطش عينيها. هاد النوع تقدر هي تجبد معاك الهضره الا شافت الشوفات ما داو منك والو، بحال كطلب منك تعاونها في شي طاش ولا تشرح لها شي درس. وهذا ما كان الدري على باقي ما درتيش شي، جي نزل ديرها دابا، وما حدك نازل دخل كتب لينا شي كلمه تشجعنا بها نزيد نعطيو اكثر. لا اي حاجه عندك باغي تقولها نزل وكتبها لي في التعليقات وانا راه غادي نجاوب.